السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا فيديو النهارده جبت لكم وصفة مهلبية قمر الدين. طبعا رمضان داخل على الابواب، محتاجين نعمل كده كام وصفة تكون باردة وسهلة وسريعة، ما تاخدش مننا وقت، حاجة كده تطري على قلبنا بعد الصيام وفي نفس الوقت ما تحتاجش ان احنا نبذل مجهود فيها كبير عشان احنا صايمين وما نقفش كتير في المطبخ، وكمان تكون مقدرها بسيطة ومش مكلفة. فالنهارده جبت لكم مهلبية قمر الدين، وصفة سهلة وسريعة وبسيطة وطعمها لذيذ جدا. هنبدأ دلوقتي ونشوف طريقتها مع بعض، بس يا ريت قبل ما نبدأ لو أول مرة تشوفوني أنا اسمي ليندا ودي قناتي، يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك. ويلا نبدأ على طول في الطريقة. اول حاجه هبدا بيها هي مقادير الطبقه الاولى اللي هي المهلبيه العاديه، مهلبيه الحليب العاديه خالص. فهحتاج لكوبايتين ونص من الحليب، كوبايتين هستعملهم دلوقتي ونص كوبايه بعدين، و5 معالق كبار من السكر، و3 معالق كبار من النشا، ومعلقه صغيره من الفانيليا، وكوبايه من كريمه الخفق. هبدأ دلوقتي في كسرولة سخنة على النار. طبعا المقادير بسيطة فمش محتاجة حاجة كبيرة، هي كسرولة كويسة جدا. هحط كوبايتين اللبن، هسيبهم يسخنوا على النار زي ما انتم شايفين كده. بعدين هنزل عليها بالسكر، 5 معالق، سكرها بيكون مظبوط جدا. وكمان كوباية الكريمة دي اختياري، لو انتوا حابين تستغنوا عنها ممكن تستبدلوها بكريم شانتيه او تستغنوا خالص. وكمان نزلت بالفانيليا وقلبت كل حاجة مع بعض لحد ما يمتزجوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهسيبها على النار لغاية اما تغلي. دلوقتي بقى هبدأ احضر النشا، فلازم ندوبه على البارد. ففي نص كوباية من اللبن بدأت انزل ب3 معالق النشا ودوبتهم. لو انتوا حابين تستغنوا عن الحليب اللي بيتحط فيه النشا ممكن تستبدلوه بميه، دي حاجه ترجع لكم. دلوقتي خلاص اللبن غالي معايا، هبدا انزل عليه بالنشا. مجرد ما بنزل عليه بالنشا لازم تكون ايديكوا فيه وما تبطلوش تقليب، لان بيتقل بسرعه وممكن يلزق معاكم من تحت ويشيط ويبقى طعمه مش حلو خالص. زي ما انتم شايفين كده بدا قوامه يتقل معايا، شايفين البابلز اللي بتحصل دي؟ ده معناه ان النشا استوى وان القوام خلاص تقل معايا وبقى سميك كده. تكون المهلبية الطبقة الاولى جهزت معايا. هبدأ دلوقتي احطها في الكاسات، بس نخلي بالنا واحنا بنحطها في الكاسات ان ما نحاولش نجيب نقط من المهلبية البيضة دي على الاطراف، عشان لما نحط مهلبية قمر الدين ما يبقاش شكلها وحش. بس كده زي ما انتم شايفين. هنسيبها بقى لحد ما تبرد شوية على ما نجهز مهلبية قمر الدين. وعلشان اعمل مهلبية قمر الدين هحتاج للتر من المية بما يعادل 4 كوبايات من المية، نص كوباية من لبن الحليب، وطبعا ممكن تستغنوا عنها وممكن تستبدلوها بمية برضو، وكمان 5 معالق كبار من السكر، و5 معالق كبار من النشا، وباكت من قمر الدين. الباكت ده وزنه 400 جرام. بتختاروه ازاي؟ بتختاروا الباكت اللي يكون لونه اورنج، مش فاتح قوي ولا غامق قوي، يعني اللون ده بيكون كويس. بعدين بدأت دلوقتي اقطعها لمربعات صغيرة عشان تسهل عليا وتدوب بسرعة. طبعا انتوا ممكن تنزلوا الباكت على طول، ولكن لما بتتقطع كده بتكون اسهل شوية. دلوقتي بقى في حلة سخنة على النار نزلت ب4 كوبايات المية، ونزلت عليهم كمان بقمر الدين. طبعا هي بتبقى لازقة في بعضها وبتبقى ملزقة خالص، بس ما فيش مشكلة، مجرد ما بتنزل في المية ده كله بيفك. وبساعدها كده كل فترة بالتقليب علشان قمر الدين يفك معايا ويدوب بسرعة. زي ما انتم شايفين كده انا سبتها تغلي على النار وكل فترة بقلبها. مجرد ما اتأكد ان ما يكونش فيها اي تكتلات انا بقلبها كده وببص ما فيهاش اي تكتلات. هبدأ بقى ازود لها السكر، 5 معالق سكر بيكون سكرها مظبوط. لو انتوا حابينها اكتر من كده يعني تكون طعمها مسكر عن كده ممكن تزودوا السكر عادي. دلوقتي بقى هبدأ اجهز خليط النشا. نص كوباية الحليب طبعا لازم يكون بارد، هبدأ انزل عليه ب5 معالق النشا واقلبهم مع بعض. وبعدين هبدأ ازوده على قمر الدين بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، ايد تقلب وايد تنزل النشا لانه بيتكتل بسرعة جدا وبيتقل. شايفين؟ بفضل اقلب لغاية اما اتأكد انه خلاص كل حاجة اندمجت مع بعض. مجرد ما النشا نزل خلاص عمل معايا البقبقة دي كده، اتأكد ان النشا استوى والمهلبية جاهزة معايا. هبدأ احطها في كاسات التقديم بالشكل ده. واحنا بنحط مهلبية قمر الدين ما تقلقوش انها مش هتندمج مع مهلبية الحليب اللي هي المهلبية العادية، لان مجرد ما المهلبية الحليب بتبرد بتبتدي تعمل طبقة على الوش، بتبقى عازلة ما بين الطبقة اللي فوق والطبقة اللي تحت. بس اهم حاجة تسيبوها تبرد شوية، مش شرط تحطوها في التلاجة ولكن ممكن تسيبوها بره عادي. طبعا عملنا مهلبية قمر الدين فلازم نحطها برضو في كاسات كده سادة اللي بيحبوا قمر الدين بس بالشكل ده.
ودلوقتي بقى هبدأ ازينها بشوية من جوز الهند. بدأت اعملها كده على شكل هلال علشان برضو نحس بأجواء رمضان، وحطيت كده معاها شوية من الزبيب. ممكن طبعا تزينوها بأي حاجة، التزيين ده اختياري وحسب ذوقكم، وبرضو بالاشكال اللي انتوا عاوزينها. ممكن تسيبوها سادة من غير ما تزينوها خالص، برضو دي حاجة ترجع لكم، هي كده كده شكلها حلو قوي. بعد ما زودت جوز الهند والزبيب حسيت ان انا محتاجه ازود لها حاجه كده تكسر اللون، فزودت لها شويه من الفستق. وطبعا التزيين ده حاجه ترجع لكم وحاجه حسب ذوقكم. هحطها بقى في التلاجة، يفضل ليله كامله، ولكن لو مستعجلين عليها ممكن من 3 ل 4 ساعات او لغايه اما تبرد معاكم خالص وتقدروا تاكلوها. دلوقتي بقى هبدأ اقطعها معاكم. شايفين قوامها عامل ازاي؟ بجد رهيبة يا جماعة، سهلة جدا وبسيطة وما خدتش مني وقت خالص، وبجد طعمها تحفة. طعم قمر الدين كده مع المهلبية بجد لذيذ. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي تحت رأيكم في الكومنتات. وبس كده يكون خلص وصفة النهاردة. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو، الطريقة تكون عجبتكم. ويا ريت لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك للفيديو، لو مش مشتركين في القناة تشتركوا دلوقتي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم على خير تاني قريب في فيديو جديد.